السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي، قناة اخترنا لك مع نودي. ولو انت أول مرة تشوفيني يسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة. اشتركي في القناة وفعلي الجرس واختاري كلمة الكل علشان أي حاجة جديدة أنزلها يوصلك مني إشعار بإذن الله. وحابة أرحب بالناس الجداد معايا على القناة، شرفتوني ونورتوني، وان شاء الله القناة تكبر بيكم وليكم، وربنا يقدرني ان انا اقدم لكم الوصفات اللي انتوا بتستفيدوا منها، وكمان انتوا كمان بتشجعوني، يعني احنا بنتبادل مع بعض. انا اذا كان عندي فكرة بوصلها ليكم وانتوا بتشجعوني بتعليقاتكم الجميلة واللايك على الفيديو. شكرا بجد من كل قلبي ليكم، لكل حد حط لي لايك او حط لي تعليق. شكرا بجد من كل قلبي ليكم، بجد بحبكم يا احسن عيلة في الدنيا. وان شاء الله القناة تكون عند حسن ظنكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الناشفة. قبل كده عملنا على القناة طريقة القرص الطرية، والحمد لله جابت نسبة مشاهدات معقولة، والناس حبوها وفي ناس جربتها وعجبتهم الطريقة. فالنهاردة هنعمل مع بعض القرص الناشفة. بصوا، لسه طالعة من الفرن بقى وحاجة كده عظمة، سواء الريحة او التسوية، وهقولك ازاي تطلع معاكي مظبوطة من اول ما تعمليها لحد اخر مرحلة فيها. بصي، والحشو ده ليكي، حابه تعمليها ساده حابه تعمليها بحشو العجوه، ده متروك ليكي. بصوا الطعامه بقى، تحضري كوبايه الشاي بلبن او فنجان القهوه او النسكافيه، للفطار للعشاء لاي حاجه تنفع معاكي. اللي حابب يشوف طريقه القرص الطريه الفيديو موجود على القناه، بس النهارده احنا هنعمل القرص الناشفه. بصوا، تتاكل اكل وخفيفه جدا ومقاديرها بسيطه وكل حاجتها في البيت. يلا مع بعض نشوف الخطوات ونشوف المقادير. معايا هنا دي كوباية سمنة على زيت، نص سمنة ونص زيت، ودي كوباية سمسم صغيرة، ومعايا معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة فانيليا عشان تدي ريحة للمخبوزات، رشة ملح، ومعايا هنا كوباية مية فيها خميرة بيرة ومعلقتين سكر، وده كيلو طحين. انت لو متوفر عندك الخميرة الفورية اوكي، بس انا مش متوفرة عندي فحطيت الخميرة البيرة. اول حاجه هعملها ان انا هحط المكونات الخام دي كلها على بعض، اللي هي المعلقه الكبيره البيكنج باودر، ورشه الملح والفانيليا، ودي يعتبر معلقتين كبار سمسم. مش عايزه تحطيه بلاش، او مش متوفر مفيش اي مشكله خالص. هقلب بقى كل المواد الخام دي كلها مع بعض، وبعد كده هنزل بالماده الدهنيه. الماده الدهنيه عباره عن كوبايه نصها زيت ونصها سمنه، ميكس ما بين الاتنين. بصي اهو. بعد كده بقى هنزل بالسمنه على الزيت، بعد ما قلبت الحاجات دي عملت لها حفره كده في النص عشان تنزل على الدقيق كله. وهبتدي اخلي السمنه والزيت يختلطوا، بقول لك نص ونص، يختلطوا بالدقيق. وبعد كده هبتدي اعمل بايدي لحد ما تنعم معايا وتبقى شبه حبات الرمل كده. الخطوه دي مهمه، لان لاحظي احنا مش حاطين حليب، يعني احنا هنعتمد على الطعم والريحة في ان احنا نخلي السمنة تدوب، السمنة والزيت يدوبوا في الدقيق كويس، عشان احنا مش هنشتغل بلبن، عشان انا عايزاها ناشفة. بصي، بتبتدي بقى تنعمي الدقيق بايدك كده، دي اهم خطوة عشان تديك ان شاء الله النتيجة ممتازة زي ما شفتيها في اول الفيديو. بتبتدي بقى تحطي الدقيق على ايدك كده، وتفضلي رايحه جايه فيه من فوق لتحت من تحت لفوق لحد ما ينعم معاكي وتحسي ان هو ناعم شبه الرمل كده. الخطوه دي مهمه لان انتي مش مستخدمه حليب. متنسوش بقى اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس، قناه اخترنا لك مع نودي. اهو انا حابه اشتغل بايدي، مش عايزه استخدم العجان لان العجان مش متوفر عند كل حبايبي ومتابعيني، فحابه اشتغل بايدي. يعني كلنا الحمد لله، يعني دي ابسط الطرق. وانا دايما لما بحب اقدم وصفه او اعملها احب اختار ابسط طريقه وابسط مقادير المتوفر في كل بيوتنا. بصي بوريلك ان هي نعمت شبه حبات الرمل كده. هبتدي بقى انزل بكوبايه الميه الاول، فيها الخميره، فيها معلقتين السكر.
وانزلي بالميه تدريجي. في دقيق بيشرب لبن ميه، وفي دقيق ما بيشربش. انا هنا خد معايا كوبايه وربع ميه، كوبايه وربع ميه. ممكن انت تاخدي كوبايتين، وممكن انت تاخدي اقل حسب نوعيه الدقيق. يبقى معيار الميه مش ثابت، بتنزلي بيه تدريجي. حسيتي ان العجينه محتاجه، تمام حطي. حسيتي ان هي مش محتاجه، خلاص. هنا بقى هبتدي اقلب، ادخل الميه بالخميره بالسكر كلها في العجينه. هي هتحتاج منك بقى ايه، يعني ايه، عجن حلو قوي. يعني على قد ما تقدري بقى كده تعجني فيها كويس، يعني تخدمي العجينه زي ما بيقولوا. اهو هبتدي بقى الم فيها، وبعد كده هعجن على الترابيزه. هتشوفي معايا على الرخام، انا اسفه. مم. مقاديرها سهله والخطوات بسيطه. وانا شايفه ان هي مش مكلفه. يعني كل الحاجات دي الحمد لله ان شاء الله يعني موجوده في كل البيوت ان شاء الله. بصي، احتاجت مني بقى ربع كوبايه ميه كمان. يبقى انزلي بالميه تدريجي، ما تبوظيش كميه الدقيق بتاعتك. وممكن تكون هي دي الكميه المتوفره عندك، وساعتها هتعملي ايه لو هي دي الكميه المتوفره عندك؟ فانزلي بالميه تدريجي. مم. تفضلي بقى تعجني كده. كل ما بتعجني كويس كل ما هتديكي نتيجه ممتازه ان شاء الله. مم. من غير عجان ومن غير اي حاجه. هطلعها بقى على المفرش اللي انا هشتغل عليه. انت بقى لو هتشتغلي على الرخامه او عندك المفرش المتوفر ده، تكون الرخامه نظيفه. طبعا كلنا ستات شاطره ونظيفه، احنا بنفكر بعض. وحاولي على قد ما تقدري اعملي الحاجات دي في بيتك، انت ضامنه النظافه. اهم حاجه تكون انت ضامنه نظافه حاجتك. بره ما انتش عارفه بيعملوها فين، ولا الحاجات اللي مستخدمينها عامله ازاي، ولا واللي شغال فيها ده هل هو كان غاسل ايده ولا لا. بجد خلي حاجتك دايما مادام تقدري والحاجات متوفرة عندك في بيتك اعمليها احسن. يعني انا افضل ان انت تعملي الحاجات دي في بيتك لاولادك ضامنه النظافه، وضامنه انت اللي عاملاها. يكفي ان انت اللي عاملاها. بصي بقى، بتفضلي تعجني في العجينه رايح جاي كده لحد ما العجينه تلين معاكي، عشان انت مش مستخدمه لبن ولا حاجه، انت مستخدمه زيت على سمنه. فده اللي بيخلي العجينه شويه محتاجه عجن منك. اهي بصي، اهي بوريلك حته. اه بعد كده بقى هتغطيها وتسيبيها تختمر لمدة 15 دقيقة. طبعا الدنيا حر وهتختمر معاكي بسرعة. انا عشان هنا عندي الجو برد شوية، فانا بستخدم حركة البوتاجاز، ان انا بولعه وبعد كده بقفله. فدي بتسرع معايا عملية التخمير. بصي هنا بقى بعد ما اختمرت حجمها تضاعف ما شاء الله. من كيلو دقيق عمل صاجين. عملوا 42 قرصة معايا. شوفي بقى انت ال 42 قرصة دي تشتريها من الافران بكام؟ واظن الحاجة غالية. وممكن انت كمان لو صغرتي حجم القرصة يعمل معاكي 50 قرص، بس هي عملت معايا 42 قرص من كيلو دقيق. والمدارس على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. واكيد كل بيوتنا محتاجة المخبوزات والمعجنات دي اثناء المدارس. هنا بقى جبت حليب كوباية، وجبت شوية سمسم. وهنا العجوة اللي انا هحشي بيها. طبعا انا عملت معاكم قبل كده طريقة تحضير العجوة بتاعة الحشو. حطي معلقة زبدة على معلقة قرفة وتقلبيهم كويس، وبعد كده تعمليها على شكل كرات. هنا جبت اول قطعة احط فيها العجوة، وعلى قد ما تقدري بقى لفيها كويس، لفيها كويس عشان العجوة تكون في النص. يعني انا معايا طلعت شوية على جنب وطلعت شوية في النص، طبعا عشان انا مستعجلة عشان وقت التصوير. فطبعا انتوا هتعملوها افضل مني. يعني انا ملتزمة بميعاد التصوير. اهو بعد كده بحطها في اللبن، وبعد كده بنزلها في السمسم. وبكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200. القرص بتتعمل على درجه حراره 200. وبعد كده بتحطيها تحت. اول ما بتحسي ان هي استوت بتطلعيها وتفصلي تحت وتشغلي فوق الشبكه لمده 5 دقايق 4 دقايق على حسب نوعيه الفرن بتاعك. ولو انت بعد ما تطلع من الفرن عايزاها طريه غطيها، عايزاها ناشفه زي ما انا عاملاها كده
النهارده جنب الشاي، جنب اي حاجه سخنه ما تغطيهاش، سيبيها للهوا ساعه كده هتلاقيها نشفت معاكي. ما تضغطيش عليها، قلت قبل كده الحاجات اللي داخله الفرن ما تحاوليش تضغطي عليها عشان ما تهبطش منك. هنا بقى هعمل ساده، عملتها قبل كده معاكم، كانت القرص الطريه واللي هي بحركه السكينه ان انتي تفتحيها من النص، دي عملتها بس كانت في القرص الطريه. هعملها برضو النهارده بس قرص ناشفه. بصي بضغط عليها بصوابعي مش بايديا، وبالسكينه كده، وبعمل لها فتحتين من النص. الحركه دي بيعملوها في الافران اهي. انتي حابه تعمليها ساده من غير حشو عجوه مفيش مشكله، حابه تعمليها بالعجوه وما تعمليش حركه السكينه دي برضو حاجه ترجع لك، حابه تعمليها بالسمسم برضو حاجه ترجع لك. يعني سواء الحشو او الزواق الخارجي دي حاجه تبع امكانيات بيتك انتي. اهو بصوا. بعد كده بقى هوريكي الكميه كلها بعد ما حطيتها في الصاج، وهسيبها تختمر مره كمان، وبعد كده بقى هدخلها الفرن على درجه حراره 200. هغطيها الاول. بصي بوريكي ان ما شاء الله، يعني هنا كان عامل 21 قرصة، الصاج ده كان فيه 21، والتاني برضو 21، عملوا 42 قرصة معايا. بصي هنا بعد ما اختمرت بقى هكون انا قبليها مشغله الفرن قلتلكوا على درجه حراره 200، هدخلها تحت. اول ما احس ان هي استوت هروح نقلها على فوق، ودي بعد ما طلعت من الفرن. عايزاها طريه غطيها، عايزاها ناشفه سيبيها. فيديو النهارده خلص يا حبايبي، بالهنا والشفا اللي يجرب طريقه نودي في القرص الناشفه. ومتنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. في حفظ الرحمن يا حبايبي.